السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية. هو تعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للأهلي، وتعادل بطعم المكسب بالنسبة لبيراميدز. الأهلي في أسوأ حالاته وقلبي يقطر دما، بس بجد 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 هو في نادي عنده الحظ ده؟ انا قاعد والله يعني انا خلاص البيراميدز جابوا جون، الشيبي جاب جون دريب بوم جامد جدا، انا قاعد بقى مستني التعادل. قال لك الدقيقه 5، قلت له 95 ايه و96 ايه يا ابني؟ روح بس عشان انا مستني. لا يتعادل دلوقتي، ملوش حل. الاهلي لازم يتعادل ولازم، والدقيقه 96 دي او 97 ده هما 5 دقايق وقت ضايع، بيجي منها 96 و97 ازاي؟ انما مع الاهلي هو الحكم ما بيصفرش، مش ان الحكم متحيز او لا، هو الاهلي كده. هو في حاجه كونيه، شيء له علاقة ببعد الشمس عن الأرض، حاجة ليه علاقة بخسوف القمر كل 10 سنين. الأهلي لازم يجيب جون في الدقيقة 96، يعني ما عمرك ما تستبعدها. إنما الأهلي في أسوأ حالاته، وأنا أظن يعني طبعا كمان اللي ما شافش الماتش، بيراميدز كان بيلعب 10، يعني كان بيلعب أقل لوقت طويل جدا، 10 لعيبه، لكن اللعيبه بتاعت الاهلي منهكه. والاهلي النهارده نازل بكل الناس، كان ناقصه زيزو. يعني الاهلي مفيش لعيب ما كانش موجود، البرتيتا كلها، الاسامي كلها، الفلوس كلها، الدعم كله حبيته فيه. كل الناس اللي اشتروها وكل الناس اللي عملوها كانوا موجودين في الملعب، وكلهم كانوا أسوأ من بعض. وبيراميدز ناقص، وبيراميدز ما عندوش كمية الأسامي دي اللي موجودة. ده النهارده نازل الشحات ونازل وسام وإمام عاشور وبن شرقي وبن غربي وكل اللعيبة، ولم يفعل شيء. طبعا الهتافات جوه الاهلي دلوقتي عايزين نغير كولر. يا جماعه ما تغيروش كولر، كولر هايل. هو في مدرب زي كولر؟ ده كولر ده لازم يكمل مع الاهلي سنه واثنين وثلاثه، مدرب عظيم ومدرب جبار، هو ده اللي لازم يقعد. وبعدين حلاوته بقى لما نيجي اخر السيزون ان شاء الله، او يعني بعد اسبوع واتنين، ويتخصم من الاهلي ال3 نقط التانيين. على فكرة عمرو لم ينسى ال3 نقط التانيين. جايز انسى ان الاهلي قال انه انسحب، جايز انسى انه كان الموضوع كده وبقى كده، انما ال3 نقط التانيين دول ما ضاع حق وراءه عمرو اديب. هفضل قاعد مستني ال3 نقط الاخرانيين دول. بصوا يا جماعة، بلا عدالة مفيش كورة، بلا عدالة مفيش دوري. ما هو فكرة ان انت عايز تكسب وخلاص، اللعبة نفسها ملاش طعم، بواخد رزلة. انما بالعدالة وبالقرارات وبالحاجات نقدر ان شاء الله نصل الى دوري في منافسة، في متعة، في طب انا عايز اقول لحضرتك حاجة، هو الدوري الانجليزي ده اللي فيه فرق 10 نقط ولا 11 نقطة لصالح ليفربول، الناس بتتفرج عليه ليه؟ لانه وارد يحدث اي شيء. انما احنا عندنا في التسليم، هو خلاص اصله الاهلي وهم ما خصمولوش الكام نقطة يبقى الاهلي لازم ياخد طب وبعدين يا جماعة ايه قيمة المسابقة؟ هي الناس هتتفرج ليه؟ هم المعلنين هيحطوا اعلانات ليه؟ هو اللعيبه هتاخد فلوس ليه؟ طب وانت بتشتري زيزو ليه؟ اذا كان الامر هيبقى عامل كده. فالنهارده الاهلي في اسوأ حالاته بصراحه.
الاهلي لا يستحق انه ياخد الدوري المصري. واسال اي اهلاوي، يعني عايز توزن بره اوزن بره. انما النهارده طبعا الماتش الاهلي سيء جدا، رغم ان جمهور الاهلي كان رايح يهز استاد 30 يونيو. انما طبعا يعني ما حصلش للاسف. وقلبي يقطر دما يا جماعه. انا زملكاوي بس احب برضو الفرق كلها، يعني اتمنى لها الخير، وخاصه النادي الاهلي المصري، الكيان الاحمر. الكيان الاحمر ده بالنسبه لي مهم جدا. معانا الاستاذ محمد ابو علي الناقد الرياضي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا عمرو. كولر والاهلي والماتش وانديه العالم والبطولات المتبقيه، ايه الاخبار وايه الحكايه وايه الموضوع؟ خليني بس انقل لحضرتك، انا لسه خارج من ملعب الدفاع الجوي، والناس كلها طول ما انا خارج يعني مفيش كلام غير على امتى كولر هيمشي. يعني كولر مكمل ليه؟ الكابتن خطيب سايب كولر ليه؟ هل يا كابتن عاجبك اللي بيحصل في الملعب من تغييرات كولر؟ بنلاعب فريق طول الشوط الثاني منقوص منه لعيب بسبب الطرد. فالناس كلها يعني في حاله غضب يا استاذ عمرو من وجود مارسيل كولر او استمرار مارسيل كولر. يمكن انا قبل الماتش كنت سالت مسؤولين في النادي الاهلي على موقف كولر او مصير كولر ايه مع النادي الاهلي. اتقال لي ان مارسيل كولر مكمل في بطوله الدوري. ماتش بيراميدز هيكون فاصل في القصه، ومعاه كمان ماتش سان داونز، يعني مش ماتش بيراميدز بس، لا ده هيبقى ماتش بيراميدز وماتش سان داونز. يعني لو كان الاهلي النهارده اتغلب من بيراميدز كان الاهلي خلاص فقد فرص استمراره في بطوله الدوري. لو لا قدر الله الاهلي مثلا خرج من بطوله دوري ابطال افريقيا امام سان داونز، كده بقى الاهلي خلاص خرج من بطوله افريقيا، فكان القرار هيطلع ان مارسيل كولر يرحل بعد مباراه سان داونز. لكن لازال في امل في بطوله الدوري بعد هدف احمد رضا او خروج المباراه بالتعادل. فرص النادي الاهلي لا زالت قائمه. بالنسبه لبطوله افريقيا الفريق مسافر يوم الاربعاء لبريتوريا في جنوب افريقيا عشان يواجه سان داونز، فطبعا مستحيل او يعني هيبقى يعني قرار او يعني حسب سياسه النادي الاهلي اللي الواحد عارفها صعب ان هم ياخدوا قرار برحيل الراجل قبل مباراه مهمه زي مباراه سان داونز، واكيد حضرتك عارف. فمارسيل كولر باقي لضيق الوقت والارتباط النادي الاهلي باكثر من بطوله زي بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الدوري الممتاز اللي بيشارك فيهم. للعلم كولر بقاله دلوقتي دي السنه الثالثه لم يهزم النادي الاهلي مع مارسيل كولر في المباريات الاقصائيه. الراجل السنتين اللي فاتوا وصل فاينل بدون اي هزيمه. السنه دي مكمل في البطوله بيكسب الهلال السوداني ذهاب وعوده. فاداره النادي الاهلي يعني عندها امل ان الراجل يكمل في المسيره بتاعته في دوري ابطال افريقيا. لكن معلومه مؤكده، والمعلومه دي يعني اخص بيها برنامج حضرتك، عندي معلومه ان مارسيل كولر مش هيكون المدير الفني للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وان النادي الاهلي بالفعل فيه يعني شبه اتفاق مع مدير فني، وان كان من ضمن يعني المحفزات او الحاجات اللي يعني خلت المدير الفني ده يرحب بتولي النادي الاهلي ان اتقال له ان انت هتقود الفريق في بطوله كاس العالم للانديه. هو صحيح عايزين يجيبوا كلوب؟ لا يعني هو انتشر موضوع كلوب، دي صفحه بتاعت بعض الفانز او المحبين ليورجن كلوب عاملين صفحه كده، لكن مش دي الصفحه الرسميه بتاعت الراجل. فنزل عليها يعني بعض الاشارات ان الراجل جاي مصر والنسر بتاع الاهلي، فالبعض ربط ان هو هيدرب النادي الاهلي. لكن بعض الصحفيين المصريين يمكن تواصلوا مع الراجل او بعض الناس المقربين منه، فطبعا نفى وقال ان الصفحه دي مش بتاعتي ومفيش اي كلام مع النادي الاهلي. لكن في مدربين المان زي روزا مثلا المدير الفني الالماني الكبير على طاوله المفاوضات، في مدربين من البرتغال، جوميز مدرب الزمالك السابق اللي بيدرب في السعوديه برضه من ضمن الترشيحات او في كلام ان ممكن يفكروا فيه. يعني في اكتر من مدير فني مطروح على لجنه تخطيط في النادي الاهلي او كابتن محمد رمضان. معلومه هو الاهلي بيحب ياخد الناس اللي من عند الزمالك، فممكن جوميز يجي تاني. هي تجربه ناجحه يعني حصلت مع جوست بوش في الباسكت مدير الفني لنادي الزمالك، ويعني عمل ارقام قياسيه مع النادي الاهلي. فالاهلي نجح او استفاد من القصه دي، فليه لا؟ يعني انا شايفها ان هي ما دام حاجه ناجحه. لا احنا ما نكرهش يعني اي حد. انا امبارح بقول لك اي حد في نادي. الكابتن علاء ميهوب بيسلم على حضرتك. سلم، ده حبيبي.
حبيبي كابتن بيقول لك علاء. حبيبي يا كابتن علاء. اي حد في الزمالك عايزينه، بما في ذلك رئيس مجلس الاداره، الاهلي ياخده، احنا مش هنعز عليهم حاجه يعني. لا لا، هو استاذ عمرو يمكن لو حضرتك خدت بالك ان نادي الزمالك واخد برضه بالي. ارتبطت نجاحاته بحسام وابراهيم، ارتبطت نجاحاته بوجود لعيبه زملكاويه زي عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي. يمكن لعيبه كتيره لعبت من النادي الاهلي في نادي الزمالك. كابتن جمال عبد الحميد طبعا ما حدش يغفل نجوميته وازاي فاد نادي الزمالك واثر في تاريخ نادي الزمالك. فهي على الفرقتين، يعني الموضوع على الفرقتين مش النادي الاهلي بس. لكن من حق النادي الاهلي ما دام في لعيب عقده بيخلص، او من حق النادي الاهلي ما دام في مدير فني مشي، ان هو يتفاوض معاه. وده بيحصل في كل دول لا، في كل دول العالم بنفس الطريقه المحترمه اللي حصلت دي، وكل حاجه محدش قال حاجه. هو حد اعترض؟ ده احنا محب ما علينا، ياخدوا اللي هم. يا سلام، هو انا حلقه احلى من الاهلي ياخد لعيبه من الزمالك؟ ايه المانع يعني؟ المهم يعني هو لو جه مصطفى محمد كمان يبقى كده يعني فرقه الزمالك بتلعب كاس عالم انديه لاول مره. لا، والاهلي غني بابنائه اهو، زي ما انت شايف اغلب اللعيبه اللي بتلعب في الاهلي دلوقتي من الاهلي، ابناء الاهلي، غني بابنائه. المهم يا ابني سيبني، يا ابني سيبني اكمل، ما تفتحنيش. عايز اطمنكم على القندوسي، بس اطمن ايوه على احمد القندوسي. يمكن هم راجعين في الطريق دلوقتي من اسكندريه، تواصلت مع الناس في سيراميكا وقالوا لي ان هم طلعوا بيه على المستشفى واتعمل له جبيره كده مؤقته. لا، اشرح للناس ايه اللي حصل بالظبط. هو يعني تدخل عنيف من احد لاعبي فاركو ادى لحدوث كسر في قدم اللاعب والشظيه بتاعت القدم، فطلعوا بيه على مستشفى في اسكندريه. الدكتور قال لازم يخضع لجراحه يعني سريعه جدا، فحط له كبيره كده مؤقتا. وهم راجعين دلوقتي من الطريق في اسكندريه، والمفروض ان هيخضع بكره لعمليه جراحيه في مستشفى العاصمه باذن الله. والمسؤولين بتوع سيراميكا يمكن حجزوا له، وهيعمل العمليه بكره بمشيئه الله، وربنا يشفيه يعني ونطمن عليه. واحد من اللعيبه حادث مؤلم طبعا، الخبطه صعبه جدا، ويعني وشكلها ممكن تبعده كتير عن الملعب. هو لعيب محترم وموهوب وهايل. بناء على العمليه وبناء على البرنامج التاهيلي بتاع اللاعب هيتحدد مده غيابه، لكن هي فعلا اصابه صعبه جدا. الناقد الرياضي محمد ابو علي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. انا بعزي اهل ابراهيم شيكا، صراع مع السرطان وايام مؤلمه جدا، وكنا شفنا الحاله بتاعته بعد ما تدهورت. النهارده كان في الدفن، وطبعا يوم مؤلم جدا. انا بعزي كل اهله وكل اصدقائه وكل الناس اللي بتحبه. هذا المرض يعني قاتل، رغم انه بنسمع كتير عن علاجات وعن ولكن عندما يكون في وقت متأخر أو الحالة متدهورة فهو بيفتك بالمريض فتكا قاتلا. يعني بنعزي طبعا في إبراهيم شيكا اللاعب الجميل، الله يرحمه، ويعني اتمنوا له الرحمة كلكم إن شاء الله. طيب، عايز أقول لكم على خبر، يعني أما سمعته النهاردة الصبح قعدت أضحك. الحاج ابو حنين، كنت انا امبارح بس معاكم بقول لكم ايه، انه موضوع الصين ده هيتغير. يعني هو غير العقوبات والتعريفات الجمركيه على دول العالم كلها ورفعها على الصين، وصلت 150 154 155. تحس كده زي نمر الاسعاف، مش ممكن تبقى تعريفه جمركيه يعني. قام النهارده الصبح قرر انه يستثني كل او اغلب الاجهزه الالكترونيه من التعريفات. يعني ايه؟ هو كان حاطط تعريفه كبيره على اجهزه سامسونج وعلى اجهزه ابل، لان هم كانوا بيتعملوا في الصين. فطبعا ابل من الناس اللي كانت بتدعم الحاج ابو حنان في الانتخابات بتاعته، فراحوا قالوا له لا، احنا اتخرب بيتنا، احنا علشان نعمل مصنع جوه امريكا او مصنع في مكان اخر، او ان مصنع الهند يقدر ان هو يوفي هذا الامر، مش هنقدر. فقرر الحاج ابو حنان واحد انه هيستثني الاجهزه الالكترونيه
كمبيوترز، لابتوبس، موبايلات، مايكرو تشيبس، اشباه الموصلات. كل ده خرجوا، لو جاي من الصين ولا جاي من المريخ، خرج ده كله من التعريفات الجمركية. مش بس ال 150% وكمان ال 10%، يعني يدخل كما كان يدخل عن ذي قبل. وطبعا هذا يمثل جزء كبير من الصادرات الصينية اللي كانت بتدخل أمريكا. ويقول البعض أن هذا تمهيد، أن في القريب العاجل يقلل كل التعريفات الجمركية على البضائع الصينية رويدا رويدا، يعني لا يتبقى غير النودلز بقى الصينية أو العصيان بتاعت الأكل أو حاجات كده. إنه كل يوم هيقوم برفع عدد من السلع. بصوا يا جماعة، أنا مش من الناس اللي غاوية الحاج أبو حنان قوي يعني، بس في ميزة عظيمة. في إيه؟ أرجوكوا اسمعوا الميزة دي. لما بيعرف إنه غلطان بيرجع في كلامه. يعني لما بيعرف إنه هو خد قرار غلط ما عندوش أي مانع إنه يغيره. تاني يوم أو اليوم اللي وراه أو الأسبوع اللي وراه أو الشهر اللي وراه غلط ما بيكبرش. عندما لأنه هذه الأمور هي تمس بشر، عائلات، عمالة، أموال. أنا غلطت غير قرار. مفيش الكبر بتاع أصل يا فندم خلاص خدنا القرار وما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ الورق ورقنا والدفتر دفترنا، وهو معاه القلم بتاعه ده زي ما مضى الورقة الأولانية يمضي الورقة اللي رجع فيها امبارح. أي نعم ما طلعش على الناس زي ما عمل أول مرة ومضى إن هو طبق عليهم التعريفات، إنما غير. إيه المانع يعني؟ حد قال له حاجة؟ حد قال له يا اللي بتغير يا حنفي ده أنت حنفي؟ ولا حد قال له أنت حنفي. قرار بيضر الشركات الأمريكية، قرار بيضر المواطن الأمريكي. سلع مهمة، الموبايل ما عادش يعني حاجة ترفيهية ولا رفاهية ولا أي حاجة. ده حاجة مهمة يستخدمها الطفل ويستخدمها الكبير ويستخدمها رجل الأعمال. وكروس ذا بورد كل الماركات، اوبو، نوبو، سامسونج، ابل، كل حاجة كله يدخل من غير جمارك زي ما كانوا بيدخلوا. ادخلوها يعني عادي جدا. اشتغلوا، اعملوا، اكتبوا، كل حاجة. انا كنت غلطان. ويعمل في نفس الوقت بشكل باراليل او بشكل موازي على انه ينتج هذه التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن حقيقة الأمر أنت لا تستطيع أن تهزم الصين من الآخر. لأنه امبارح الراجل رئيس مجلس إدارة أبل قال لك يا جماعة أنا بس عايز أفهمكم حاجة. قالوا له إيه يا حاج في إيه؟ قال لهم هي مش قضية فلوس، يعني هي مش قضية إن العامل الصيني اليومية بتاعته أو الشهرية بتاعته أقل من الأمريكاني. لا، الصين بتعمل شغل نظيف. ما أنت لما تكون بتعمل شغل نظيف وبتعمل شغل معقد وبتعمل شغل، يعني كم واحد جاب سامسونج ولا جاب أبل وباظ منه؟ يعني لازم تبقى نسبة 1 في المليون في المليار الناس بتقعد شغالة بالموبايلات دي سنين ويقع منك ويترزع ويتصلح 100 مرة والبوردة تتغير والبتاع مش عارف ايه وتحط له ايه وتعمل له ايه. ولكن في النهاية هو ما يقدرش كمجتمع في 320 مليون بني آدم كلهم بيستخدموا أجهزة إلكترونية. يعني اما تيجي تكلمني على مصر مش هقول لك نفس الكلام يعني، انما دول 320 مليون بني آدم بيستخدموا أجهزة إلكترونية مختلفة الأمور. فقال لهم هات زفت. واخد زفت وراح ماضي
بالامضه بتاعته دي وبتاع، دخلهم بكره. وانا اهو انتوا اهو انا ماشي معاكم اهو كل يوم، والحمد لله يبدو انه ليا عمر شويه اكمل لاسباب مختلفه عشان نتابع اللي بيجرى ده. هتلاقيه جاي على سلع اخرى ويشيل منها. فتيجي تسالني يا عمرو طب هو كسب ايه؟ هو كسب دلوقتي ان كل الدول هتيجي تقعد معاه وهو يتكلم معاها بقى. هو لوى، هو عصر، هو ضرب ولقى. انما انه هو هيتمسك بالامور كده، هذا امر لن يحدث. ولكن اللي حصل ايه؟ انه بسببه في ناس راحت، في ناس ضاعت في البورصات العالميه وفي التجاره، في ناس اتبهدلت، في ناس جوه العالم العربي وبره العالم العربي عندها كانت محافظ استثماريه اتبهدلت خالص. طبعا في الجمله بتاعت كل الناس يقول لك ايه ما انت ما تبيعش، لا في ناس كانت شاريه بقروض، هو مش شاري بكل الحاجات بفلوسه، فكان لازم يخش يا يغطي يا يبيع ويخسر ويخرج. ففي ناس كتير اتبهدلت بسبب الحاج ابو حنان. وانا اهو انتوا اهو هيجي وقت اليومين الثلاثه دول اللي حصل فيهم انخفاض البورصات الامريكيه وارتفاعها، هتسمع عن تحقيقات كثيره جدا، هتسمع عن مشاكل حقيقيه. انما الدرس الحقيقي يا جماعه انه انا ما بعملش تلفزيونات، يعني انا ما بصنعش التلفزيونات. التلفزيونات بتجيلي من بره، بتيجي اغلبها من الصين، بتيجي من اليابان، بتيجي من حتت كتير انا حاطط عليها التعريفات. طب والمواطن اللي عندي ده هيعمل ايه؟ هيشتريها بكام؟ الصينيين بقى قالوا اجمل حاجه، انا بحب الحكمه الصينيه دي، وبحس انه الحكيم الصيني ده اللي حاطط ايده على كرشه كده وقاعد بيتفرج. قال لك على فكره هو لو رفع التعريفات تاني احنا مش هنرفعها قدامه. ايه يا جماعه هو في سماحه وتسامح كده؟ قال لك لا، ما هو خلاص النسبه اللي هو حطها دي بتمنع ان اي حد يشتري بضاعه امريكيه. يعني هو حاطط احنا حاطين رقم وهو حاطط رقم، الارقام العاليه دي بتمنع انه اي بضاعه امريكيه تيجي عندنا مش محدش هيشتريها. فاحنا مش داخلين معاه في المعركه دي خلاص، ما هي خلصت. ما هم لما يبقى 150% انت هتشتري ايه؟ يعني لما تجي لك سلعه من امريكا عليها 150% هتشتري ايه؟ هتروح تجيب الصيني بقى خلاص. ده لمصلحه المواطن الصيني والمصنع الصيني وكل الحواديت دي. طب وهو لما استثنى السلع ديت الصينيين عملوا له حاجه في المقابل؟ ابدا، ولا كانه هنا. القوي بيقدر يتحمل، المتعلم بيقدر يتحمل، المصنع بيقدر يتحمل. ما انت السؤال في النهايه انت معتمد على نفسك قد ايه ومعتمد على العالم قد ايه. لو انت معتمد على العالم في كل شيء، اي حركه صغيره كده بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها ايه؟ ده عملوا لها تعبير، قال لك البيت القديم بجانب القطار السريع. ايه هو البيت القديم بجانب، معلش اصل انا بقعد اقرا في الموضوعات دي كتير. ايه هو البيت القديم بجانب القطار السريع؟ اللي هو البيت الغلبان القديم اللي بيتهز كل ما القطر السريع يعدي فيتهز. ففي دول هم بيسموها ايه؟ البيت القديم بجانب القطار السريع. وفي دول ناطحات سحاب، القطر يعدي رايح جاي ولا يجري ولا حاجه. فاللي حضراتكم بتشوفوه ده معارك عالميه محطوط فيها مليارات، وبكره وبعده وبعده ما يزال هناك معارك اخرى مستمره، وسيتراجع الحاج ابو حنان كتير. وهتشوفوا مفاوضات بينه وبين الاتحاد الاوروبي، بينه وبين جنوب شرق اسيا، بينه وبين افريقيا، بينه وبين دول الخليج. على فكره هو جاي خلاص الشهر الجاي عندنا هنا في منطقه الخليج. فيعني نتابع، دي حكايه. على ذكر امريكا، كان في اليوم مفاوضات هامه جدا في سلطنه عمان بين امريكا وبين ايران، مفاوضات مباشره لاول مره منذ سنوات. طبعا ناس كتير كانت متوقعه ان المفاوضات دي هتفشل من اول يوم، ولكن يبدو
انه الايرانيين عندهم شويه صبر كده. الاستاذ مسعود الفك الخبير في الشان الايراني، اهلا بيك يا فندم. شكرا جزيلا وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. ماذا حدث اليوم في سلطنة عمان في أول مباحثات مباشرة بين أمريكا وإيران؟ قد نأخذ الجواب من على لسان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف. قال بأن المفاوضات عقدت بطريقة إيجابية وبناءة، وأيضا أكد بأنه أجرينا محادثات إيجابية وبناءة للغاية، مؤكدا أنه سيعود إلى الولايات المتحدة وينقل هذه الرسالة للرئيس الأمريكي. الجانب الإيراني أيضا أكد بأن المفاوضات كانت إيجابية. هذه الصورة الأولية للمفاوضات التي كانت هي في واقع الأمر مفاوضات جس نبض، لكي يعرف أي طرف ماذا يريد الطرف الآخر. في هذه المفاوضات طبعا وضعت الأطر للتفاوض وليس الأطر للملفات الخلافية، الأطر للتفاوض حول الملفات الخلافية. وتقرر بأن تكون الجولة الثانية يوم السبت المقبل. هذا أوليات التوافق. ولكن أستاذ مسعود طب احنا بنتكلم على إيه؟ يعني هو إطار المفاوضات، هل مسائل التواجد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، المشاكل مع إسرائيل، احنا بنتفاوض على إيه بالظبط؟ يعني إيه اللي محطوط على طاولة المفاوضات؟ 3 محاور أساسية مطروحة على طاولة المفاوضات، 3 محاور أساسية. المحور الأول الملف النووي الإيراني والمنشآت النووية الإيرانية والأنشطة النووية الإيرانية. هذا المحور هو المحور الأساسي، وهناك محاور أخرى بسبب عدم وجود تلك المحاور في الاتفاق النووي السابق. انسحب ترامب من الاتفاق الذي أبرم في 2015، وهو انسحب في الدورة الرئاسية الأولى في 2018. فقال البرنامج الصاروخي الإيراني، السياسة الإقليمية الإيرانية. هذه الأمور باعتقادي هي المسائل التي يتم التطرق إليها. ولكن في هناك نقطة مهمة، أعتقد ترامب وشخصية ترامب وتركيبة هذه الشخصية تحتاج إلى انتصار سياسي أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الانتصار السياسي قد يحاول ترامب بعد أن يتفاوض مع إيران ويتفق حول الملفات التي أشرت إليها إعادة العلاقات مع واشنطن. إذا استطاع ترامب يعيد هذه العلاقات التي انقطعت من 1979 وبدأت الولايات المتحدة بعد احتلال سفارتها في طهران بفرض العقوبات على إيران، إذا استطاع أن يعيد هذه العلاقات وتنتهي أيام الشيطان الأكبر كما كانت تقول إيران خلال 4 عقود ونيف، هنا قد يسجل ترامب انتصار سياسي. وهذا الانتصار السياسي يتطابق مع شخصية ترامب التي تريد أن تكون مختلفة مميزة ومؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية. نسبة النجاح في المفاوضات دي متخيل قد إيه؟ يمكن القول 50-50، لا يمكن أن نحكم بالمطلق يعني في المقدمة والحديث الجيد والإيجابي، لأنه في هذه المفاوضات لم يتم التطرق للتفاصيل، وأنت تعرف وسيد العارفين بأن الشيطان في التفاصيل.
هنا يأتي الدور الحقيقي للمفاوضات، ويتضح هل المفاوضات سوف تؤدي إلى تطور حقيقي في العلاقات. هل تقبل إيران التخلي عن سياستها الإقليمية والتوقف عن دعم الفصائل المرتبطة بها؟ هل تتنازل إيران عن برنامجها الصاروخي في الوقت الذي ليست لديها طيران متطور، والطيران الحربي الإيراني معظمه من الجيل الثالث وبعضه من الجيل الرابع؟ هل يمكن تتنازل إيران؟ هنا تأتي الصعوبة في المفاوضات، وقد تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة إلى الورقة العسكرية وورقة الخيار العسكري حتى يجعل موقف إيران أكثر مرونة وأكثر ليونة لأخذ الامتيازات. الأستاذ مسعود الفك الخبير في الشأن الإيراني، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. رأي يعني ونظرة كده مش يعني ليست ملزمة، إنما أنا أرى أن هذا الرجل يدخل كل المعارك وتبدو أنها ستنتهي يعني أو تحسم، ولكن لا نرى حسما. يعني هو يفتح كل الملفات، يعني ملف إيران ده منسي منذ سنوات، ملف غزة نفس الشيء، ملف اليمن نفس الشيء، ملف الصين نفس الشيء، ملف التجارة. هو يفتح كل الملفات ويدخل كل المعارك، ولكن لا تحسم معركة واحدة. هل هنعيش على هذا الأمر؟ خدوا بالكم الراجل يعني بقيله 3 سنين ونص وخلاص. اللي احنا بنتكلم فيه ده لن يعني ينتهي في ليلة وضحاها زي ما بيقولوا. فأنا ملاحظ، ودي ملاحظة يعني ما لمواطن يعني يقتات على الأخبار والتقارير، إنه كل الأشياء كل الملفات يتم فتحها، ولكن لا يتم غلقها ولا يتم حسمها ولا يتم أخذ يعني خطوات واضحة فيها. هات أي ملف من اللي هو فتحه، هو أنت تفاجأ أو أنت يعني تتعجب أنه يفتح الملف وأنه يمضي في الملف، ثم كل شيء يتوقف وتمضي الأمور بشكل عرضي مش بشكل طولي، يعني بيمشي بالعرض كده، تفضل بقى تفاصيل تفاصيل تفاصيل، ولكن لا ترى شيئا ينجز. هنشوف، جايز أنا غلط، احتمال كبير أكون غلط. طيب حضراتكم كلنا لينا أو أغلبنا يعني نعرف كوبري السيدة عائشة. كوبري ده كل الناس اللي كان عندها مدارس، كل الناس اللي كانت بتروح المنطقة ديت، كل الناس اللي كانت بتروح المدافن، كل الناس اللي كانت بتروح تعزي، كل الناس اللي كانت بتعمل الكوبري ده اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده تهالك تهالك كبير، وبقاله سنين طويلة محدش عارف يعمل فيه حاجة، لأنه وطبعا ياما سقطت من فوقيه أتوبيسات، يعني أتوبيسات وميكروباصات وعربيات، لأنه ملفاته كانت غريبة. فحوادث هذا الكوبري اللي هو كل يوم يعني كده يوم بعد يوم وانت معدي تلاقي ميكروباص نايم على ظهره، أو نزل على 10 بني آدمين كانوا قاعدين تحت بيشربوا شاي. فطبعا زي ما انتم شايفين موجود في منطقة اللي ورا دي القلعة، في منطقة هامة جدا ومنطقة تاريخية يبدو أنه ستمتد له يد التطوير. إيه اللي هيحصل؟ إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ الدكتور رضا فرحات خبير الإدارة المحلية هيقول لنا إيه اللي هيتعمل في كوبري السيدة عائشة. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عمرو، أهلا وسهلا. هنعمل إيه في هذا الكوبري التاريخي؟ وشوف بقى المنطقة دي امتدت ليها يد التطوير بقى لها فترة طويلة من أكتر من سنة تقريبا.
على 3 محاور: منطقة الميدان ومنطقة الكوبري والمنطقة التاريخية اللي هي مجاورة للقلعة. فمنطقة الميدان والمنطقة الحتة دي فيها جزء من الأعمال انتهى بشكل جيد جدا، وهتبقى منطقة مغلقة حصل فيها إزالات لعدد من العقارات وإزالات للكتل الخرسانية ومباني عشوائية كانت موجودة في المنطقة، وتم تعويض الأهالي في عزبة اليسار ومنطقة المسبح. والحته دي هتتحول الى ميدان وممشى سياحي بيربط منطقه لو حضرتك عارف عند اسم الخليفه مسجد عارف طبعا. ايوه. والميدان السيده عائشه اللي عند جامع السيده عائشه بمنطقه القلعه، وهتبقى منطقه سياحيه فيها نوافير وحدائق ومحلات ومطاعم وكافيتريات، وفي فندق مخطط برضو بدأ العمل. طب يا فندم الناس هتعمل ايه؟ يعني اصل المنطقه دي شريان، يعني الطريق ده ايوه الطريق ده هيتنقل فين؟ وهل الكوبري ده هيتم ازالته كله مره واحده ولا على مراحل؟ ايه الحكايه يعني هتعملوا ايه؟ المنطقه دي معروفه انها منطقه تجمع مواصلات طول عمرها طبعا. وسوق هو في ميكروباصات تحت الكوبري على طول. عائشه ومنطقه طبعا السوق اللي بيتعمل كان سوق السيده عائشه ده مشهور سوق الجمعه والحاجات اللي كانت بتحصل فيه. كل المنطقه دي هتتقفل، هتبقى منطقه ممشى. الكوبري نفسه هيتفكك وهيتلغي خالص هذا المحور، وهيتعمل محور بديل بشكل آمن، لان برضو خلينا السنه اللي فاتت بس الكوبري ده حصل فيه حوالي 16 17 حادثه تقريبا. لا ده مشهور يعني حوادثه مشهوره من الثمانينات. والمنحنى كان لما هو بتصمم الكوبري ده برضه عشان حضرتك ندي خلفيه تاريخيه للناس، كان في توجه ان تحصل ازالات في المنطقه. هذا الفكر بتاع الازالات والنقل والتطوير لمناطق امنه ومناطق زي الاسمرات وزي اهالينا والناس تبقى في حته وتتعوض. في الثمانينات ما كانش القصه دي موجوده، وما كانش فيه اماكن بديله تنقل فيها الناس، وكانت مشكله عند كل المحافظات ان لما يحصل حتى انهيار لعقار ما تلاقيش حد تعرف تنقله فيه. فبالتالي دلوقتي اصبح هذا الامر متاح والتعويض متاح والتخطيط للمكان متاح. ف الكوبري القرار ان هو يتفكك وتعمل محور بديل من عند بقى يعني القلعه والسيده، يربط بقى القلعه والسيده عائشه والكلام ده، وهيبقى في محور بديل، كوبري بديل، محور موازي. يعني امتى هيبتدي تفكيك هذا الكوبري؟ لما يخلص المحور البديل. يعني قدامنا ايه، شهر 2 3؟ لا ممكن في خلال، لان هو المحور البديل ده بدأ العمل فيه، وكان الهيئه الهندسيه مديه ميعاد للسيد محافظ القاهره المهندس ابراهيم صابر من 3 شهور ل6 شهور، وقرب على الانتهاء. وكان طبعا انت عارف ده بيمر في منطقه المقابر، وحصل برضو ازالات لعدد من المقابر، والناس نقلت الرفات بتاعتها المقابر بديله في العاشر من رمضان. ويعني حصل انهاء لعدد من الاشتباكات، والقصه دي كانت يعني المشروع عشان كده كان مطول، لكن خلاص هو المحور ده هيمر من المقابر يربط بقى ميدان السيده عائشه بشكل مباشر مع محور الحضارات، وهيتعمل برضو جزء محور بديل ياخد من عند خلف نادي الابطال للربط مع اتجاه الكورنيش ونفق الملك الصالح. المهندس ابراهيم صابر مدي محافظ القاهره مع الوزير، وهو راجل برضه من الناس اللي اشتغلت في الاداره المحليه من فتره طويله وليه خبره في هذا المجال كويسه وجيده جدا. مش هيتم تفكيك الكوبري الا لما المحور الثاني، عشان طبعا انت عارف ده محور شريان هام جدا ونقطه اتصال وربط ما بين كل المحاور اللي جايه من صلاح سالم والاوتوستراد والكلام ده، فلازم يكون فيه المحور البديل شغال. طبعا ده هيبقى نقله بديله برضه، وهيسهل على الناس كتير، لان هو برضه كوبري السيده عائشه كان بياخد من منطقه 4 5 صحارات اللي هي صلاح سالم، وتبص هنا طالع كوبري حرفين بالمنحنى بتاعه بالعربيه لو عطلت فيه، فكان بيبقى فيه كثافات مروريه كتير جدا. لكن طبعا المحاور الجديده بتتعمل بشكل حضاري. برضو عشان نلقي يعني الضوء على التطوير اللي تم في المنطقه. الميدان كله اتعمل فيه تفكيك للبنيه التحتيه كلها،
وتعديل ليها ميه وصرف صحي وكهرباء ومع جهاز التنسيق الحضاري مع محافظه القاهره مع وزاره النقل مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. فبالتالي وفي ترميم لكل المناطق الاثريه. المآذن حتى كان في اشاعات اتقالت قبل كده من فتره ان في مأذنه مسجد الغوري اتفكت وانهارت ومش عارف. لا، هم في مأذنتين اتفكوا اللي هو مسجدي المذبح والغوري، دولت بيترمموا وهيعاد تركيبهم تاني بعد ما عالجوا التربه بتاعتها والمنطقه بتاعتها عشان تبقى المنطقه امنه. كل القباب والشواهد الاثريه والمطله على ميدان السيده عائشه ومقبره سيدي جلال السيوطي والشواهد المجاوره ليها كلها بتتطور وبتترمم. في فندق بقول لحضرتك هيتعمل 82 غرفه طابقين لان المنطقه ما بتستحملش ارتفاعات، لكن هيبقى في منطقه برضو كويس عشان السياح اللي يجوا برضو يلقوا مكان يقعدوا فيه قرب الاثار الاسلاميه اللي موجوده هناك. ده على مساحه 4400 متر وعامل مسافه امنه بينه وبين حرم القلعه عشان ما فيش في باب كان مغلق اللي هو في باب جانبي كده هيتفتح عشان يربط ما بين القلعه وما بين مسجد السلطان حسن. المحلات والبازارات معموله على شكل العماره الاسلاميه. عظيم. في حوالي 20 مطعم على مساحه 45 متر و16 محل برضه على مساحه 45 متر، ومراعى كله في التنسيق الحضاري بحيث ان هو يكون كل المنطقه واخده السيمتريه بتاعت العماره الاسلاميه. الدكتور رضا فرحات خبير الاداره المحليه، بشكرك شكرا جزيلا على إلقاء الضوء على التطوير اللي هيحصل في هذه المنطقة. النهارده معانا نجوم العتاولة الجزء الثاني. العتاولة الجزء الثاني طبقا للتقارير والإحصائيات والأرقام من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان. عدد كبير من نجوم الصف الأول ومتابعة كبيرة جدا من المشاهدين للعتاولة الجزء الثاني. طبعا كان التحدي قدام الجزء الثاني انه يبقى فيه اسماء. هنا عيسى الوزان وهو واقف وسط جماهير الاهلي، اعظم نادي في الكون. ما كانوا بيلعبوا قدام الاتحاد. نعرف بقى موقف عيسى الوزان ايه. ده هنا كان اول مرة يظهر بعد ما مات. انتوا عارفين عيسى الوزان مات 5 مرات او يمكن اكتر شويه. فالنهارده هيبقى معانا عدد كبير من نجوم العتاوله 2 سواء حضورا او على التليفون او بالزوم بطرق كثيره، لانه طبعا الفنانين اللي في المسلسل ده كتير جدا. فالنهارده هيكون معانا الفنان باسم سمره، عيسى الوزان، الفنانه فيفي عبده شديده الكتعه، الفنانة نسرين أمين عدولة وهو ده دور جديد عليها وعملته بجمال وكفاءة، الفنانة وفاء شوقي فتنة دي اللي جننت عيسى الوزان. وهيكون معانا من الولايات المتحدة الأمريكية على الزوم، على يعني خدمة الزوم، مش على الزوم، على خدمة الزوم، طارق لطفي اللي قام بدور خضر وعمل دور عظيم. وطبعا هيبقى عندنا مداخلات هاتفية كثيرة لعدد من النجوم اللي شاركوا في هذا المسلسل الناجح. اليوم العتاولة الجزء الثاني في نهاية هذه الحلقة. خلينا نطلع فاصل إعلاني أكثر من سابقتها بإضافة 2 جنيه زيادة في لتر البنزين أو السولار الواحد. وللتعرف على تأثيرها المباشر على المواطنين نزلنا وأخذنا جولة في الشوارع والأسواق وبين ركاب وسائقي المواصلات. الزيادة اللي حصلت دي أثرت في التسعير بتاعك قد إيه؟ يعني بنسبة ما تعديش مثلا 10% من حق التفويل مثلا. يعني مثلا المشوار مثلا اللي كان ب 35 بقى ب 40، المشوار مثلا ابو 50 بقى مثلا ب 55 60. الزيادة في البنزين بتأثر بها المواصلات وبتأثر بها الموظفين اللي شغالين، وبتأثر بها لو عندي أسرة بيركبوا أيا كان المواصلات. طبيعي يعني لازم بيتأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني أنا كنت بحط مثلا كل يوم بقت زادت مثلا 15 جنيه مثلا كل يوم. الأول كانت ب5، دلوقتي المفروض إن احنا نزود عشان البنزين غلي بقى خلاها 7 أو 6. التفويلة بتاعتك بتكلفك كام؟ تكلفني 75، دلوقتي تكلفني 85 90. أنا كنت بحط ب50 قبل الزيادة،
دلوقتي بحط ب70. يعني انا النهارده راكب من اخر فيصل لحد المروطيه، تمام، كانت الاول ب5 جنيه، اصبحت النهارده عملت 6 جنيه. والله المواصله اللي كنت بتركبها ب5 جنيه زادت 7.5 و8 جنيه، يعني زادت 3 جنيه. الزياده طبعا مأثره عليا كشاب، ان انا مثلا نازل عشان ال 200 جنيه دي، فبتأثر معايا جامد قوي. بدل ما كنت شغلي مثلا 5 ساعات بقى دلوقتي 7 ساعات او 8 ساعات. كانت ب 12 ونص بقى ب 14. والله هي زياده عاليه على المواطنين، بس احنا ما بقيناش حاجه. يعني انت شايف البنزين رفع 2 جنيه والغاز رفع 2 جنيه، فالتسعيره عاليه. الزياده دي بتفرق على الناس اللي بتطلع مشاوير بعيده، اما بالنسبه للخطوط القصيره فاهمني زي ما هي مفيش حاجه زادت فيها. بركب 4 مواصلات من بيتي، فانا دافعه زياده النهارده 20 جنيه. البنزين غلي، الغاز غلي، فاحنا شغالين على المواد البتروليه دي هي اللي بتزعلنا في شغلنا. تمام، فاحنا من قبل الشعب بيتعامل معانا ان احنا اللي مغليين. انا دلوقتي لما بزود بنزين زاد عليها 2 جنيه، لما باجي بحاسب الزبون هو بيفكرني انا اللي مزود عليها، هو زادت عليا فانا بالتالي هزود على الزبون. كان بيقول لك هيزود جنيه بس في كل حاجه، لكن كل توك توك زود 5 جنيه على اي مشوار رايحه. انا كنت بركب توك توك في مشوار معين معروف ان هو بياخد مني 10، فجيت النهارده لما جيت اركب بيقول لي لا انت هتدفع 15 جنيه. فقلت له ليه؟ يعني ده الفرق اللي حصل مش كبير لدرجه ان انت تاخد الفرق من 10 ل 15 فرق كبير. قال لي لا هو كذا كان عاجبك، نزلت من التوك توك وما ركبتوش. الزياده طبعا يعني بالنسبه للامكانيات اللي انت طبعا عارفها، المواطن اللي هو موظف وشغال وعندك اسره وبتعولها، فطبعا الزياده دي بتبقى تكلفه عليك، طبعا مش بتناسب الزياده اللي مع المرتب، لان المرتب ما بيزيدش. بعد متابعه اسعار المواصلات وتاثيرها على المواطنين، نزلنا الاسواق عشان نشوف مدى التاثير اللي حاصل على الاسعار سواء في الخضار او الفاكهه او غيرها من السلع الاساسيه. غلاء الأسعار في البنزين وفي السولر هيتبعوا غلاء أسعار في جميع المنتجات الاستهلاكية بالنسبة للشخص. بعد ما البنزين ارتفع 2 جنيه هو والسولر، هل أسعار اللحمة زادت ولا لا؟ لا زي ما هي، ما بين تاجر وتاجر بيحصل كل واحد بيسعر بمزاجه، بيستغل الفرصة وبيسعر بمزاجه. هو التجار بقى هم عندهم ثلاجات بيستغلوا الموقف، هم عندهم حاجات أصلا من 6-7 أشهر يعمل رخص، يجي هنا بيقول على السعر وأزيد على السعر الثاني، يقول لك لا مش عارف ما تاخدش. يعني البتنجان الابيض كان ب20 النهارده ب30. الفراوله كانت ب15 وب20 النهارده ب25 جنيه. كان الموز ده هو اللي ب25 وب20 دلوقتي ب35 و40. التفاح كنا بنبيعوه ب35 جنيه و40 جنيه دلوقتي ب70 جنيه. ارتفع التاني مفيش نزول، بسببها ايه؟ سببها البنزين. الاسعار من امبارح للنهارده زي ما هي، ولو كانت اتحركت فتتحركت طبقا للعرض والطلب. اخر تصريح لرئيس الوزراء قال ان الاسعار تثبت ل6 شهور، ما عدناش 2.5 شهور والاسعار زادت، وده ده يختلف مع سعر البترول العالمي. وفي تصريح سابق قال لو السعر فضل عند $73 للبرميل هنثبت الاسعار في 25. دلوقتي الاسعار قلت، الاسعار بالنسبه للنفط قلت والسعر زاد. في شركات موقفه بضاعه بقى لها فتره، انت فاهمني، على حس ان هي غلو البنزين دوت، انت فاهم، فبيرفعوا. ممكن تلاقي البياعين بتزود، السواقين بتزود، بس مش النهارده، ممكن بكره حضرتك بعده، بس هو الزياده اوفر بس في انبوبه البوتاجاز. بورقه فراوله زايده من امبارح لغايه دلوقتي 2 جنيه. اللي جاب لي الزرع النهارده غلاه عليا، خد اجره غاليه. الاناناس كان ب 10 جنيه جمله، النهارده ب 13 جنيه و14 جنيه. جوافه من 20 جنيه ب 30 جنيه. موز ب 35 جنيه جمله. فراوله ب 25 جنيه جمله، كل حاجه زادت الخمسات وعشرات. ما لحقتش تزيد ولا اي حاجه، ما زادتش. لا سعر امبارح هو سعر النهارده. هل جالك نقله بنفس السعر؟ نفس السعر بتاع امبارح. طبيعه مثلا كانت الجوافه امبارح كنا جايبينها مثلا ب20، النهارده كانت ب 25 و30. بس يعني هتزيد، لو زادت هتزيد ايه، حاجات بسيطه بتاع 150 جنيه العربيه النولوه. الكشري هو واحد من أهم الأكلات الشعبية المصرية المحبوبة، واللي بيتناولها المصريين في أي وقت وفي كل مكان تقريبا، وسبب حب الناس ليه يرجع إلى أنه أكلة تراثية مصرية منخفضة التكاليف مميزة الطعم، وتتواجد محلات أو مطاعم الكشري في كل الشوارع الرئيسية في مصر تقريبا. وعشان كده خدنا جولة عشان نسمع من أصحاب وعمال المطاعم إيه اللي بيميز كشري من مطعم لمطعم تاني، ومن المشترين إيه اللي بيخليهم يحبوا الكشري. الكشري وجبة جميلة ووجبة مصرية فوائدها كاملة وكويسة جدا. لا ده أكلة مصرية أصيلة، يعني مش سنة عنه، لازم مرة أو مرتين كل فترة كده هو تزود البصل
حبة شطة خفيفة كده اهوت، يكون مع رز زيادة كده اهوت، بالعكس تبقى تعشى. كل بيحب الكشري، بحب يكون فيه زياده تقليه، دقه زياده. من الاكلات السريعه اللي احنا بنقدر ناكلها في الشارع ومضمونه يعني. البصل والحمص والشطه ده اساسي. يعني ممكن تفطر كشري، تتغدى كشري. لا ليه معاك طبعا عشان القولون. احلى اكل بالنسبه لي. بطلب الطلب عادي بس بزود فيه الرز. كشري الشارع بيبقى ليه طعم مختلف عشان بيبقى فيه رز للناس. كشري انا بالنسبه لي التقليه طبعا، الحمص الشام هو ده اللي بيميزه. الدقه طبعا كل محل مختص بالدقه بتاعته والشطه الزيت. بص هو طبعا كشري البيت عشان الحاجه ما تزعلش طبعا على راسنا لكن كشري الشارع بيبقى ليه طعم مختلف يعني. سبحان الله رزق بقى ربنا مخليه. والله على حسب الجوده اللي انت شغال بيها وعلى حسب العطاره اللي انت شغال بيها، فدي اللي بتميز معك الكشري. لازم أن تكون معك صنايعي يكون نفسه حلو، دي تفرق معاه. لما يكون عندنا طباخ زي ده شاطر كده يكون نفسه حلو يطلع لك الحاجه ألف الألف. واللي بيفرق برضه من حيث البضاعة ومن حيث برضه الشيف اللي واقف اللي بيجهز الحاجة نفسها. العطارة تختلف، ممكن الشيف الطباخ بتاعنا اللي بيبقى له سر في المهنة شوية، التسوية لها عامل مع الفرشاج اللي هو بيعبي. طبعا الطباخ برضه له دور ان هو راجل نفسه كويس كده. ايه اكتر اضافة الناس بتطلبها على الكشري؟ طبعا التقلية والعدس والحمص، في حمص بالميه وفي حمص ساده. الشيف اللي بيبقى طبعا بيبقى عامل الخلطه بتاعته، المكان، النظافه بتاعت الحاجه، الخامه نفسها. الكشري هو أكلة مصرية أصيلة، على الرغم من أن بعض الكتاب بيرجعوا أصلها إلى الهند، إلا أن بعض المؤرخين بيرجعوا أصلها إلى أكلة فرعونية قديمة كانت تتكون من العدس والقمح والحمص والبصل، وحصل لها تطوير في العصور اللاحقة بإضافة المكرونة والأرز والصلصة بعد معرفة المصريين بيهم، وهي أكلة متميزة يجود تجهيزها بأيدي مصرية تزيد من طعامتها سواء كانت في المنزل أو في مطاعم الكشري في أي مكان في مصر. محمد الريس، الحكاية، MBC مصر. يا ابني نفسي راحت لطبق كشري. ده الكشري ده اختراع يا كوتش، حاجة يعني ما حصلتش. وبعدين من الحاجات القليلة اللي هو الطبق وجبة، يعني لا جنبه حاجة ولا تحط جنبيه تعمل صنف تاني، هو الطبق وجبة. ويا عيني على طماطمك ويا عيني على الحلاوة. وانا بحب الكشري الاوريجينال الاصلي العظيم. وطبعا انا بحب تقليه زياده، وبحب طبعا بقوا يقللوا الحمص دلوقتي عشان ثمنه غالي، وبطلب حمص زياده ومكرونه سباكيتي زياده. الحاجه اللي يمكن ما يعرفهاش اجيال كتيره محلات المكرونه. ما هو ده كشري بس كمان في محلات كانت مكرونه بس، مكرونه بيضه كده مقصوصه او سباجيتي ويتحط عليها صلصه وتاكل وشطه بقى. على فكره الموضوع ده ما بيتاكلش من غير شطه، ده لازم شطه. وانا كمان بالمناسبه انا اكلت سندوتشات مكرونه من عربيات المكرونه في وسط البلد، حاجات حضراتكم كتير ما تعرفوهاش يعني. انما طبق الكشري ده، وارجوكوا بقى بطلوا تدوروا على اصول لاطباق مصريه. الكشري مصري، الطعميه مصريه، يعني بطل بقى تيجي تقول اصله لا، هو اصله مصر. طب انت هتاكل كشري فين؟ ممكن تقول لي فين كشري عظيم في اي بلد في العالم؟ روح اي حته في الدنيا، فين؟ مصري فرعوني اصلي. الملوخيه تمسكوا بالملامح المصريه، ما تهزروش يعني. هضرب انا طبق كشري دلوقتي وانا مروح عادي جدا، ايه المشكله يعني؟ على فكره بالليل الكشري بيبقى خفيف جدا، بس تنام قاعد، يعني اقرا الشهادتين ونام قاعد بعد ما تضرب طبق الكشري المحترم يعني. لا لا لا، قولون بتاع بيهمنا، انا شايل القولون اصلا فما عنديش مشكله يعني. مهم، الفقره القادمه المسلسل الناجح الاكثر مشاهده والاكثر نجاحا في MBC مصر ونواحيها. النهارده هيكون معانا عدد
من أبطال هذا المسلسل العظيم الجميل حضورا وبالزوم أو بالتليفون، كلهم هيبقوا موجودين معانا النهارده نحتفل بيهم احتفالا كبيرا. باسم سمرة عيسى الوزان، الفنانة الكبيرة العظيمة فيفي عبده، شديدة الكتعة، الفنانة نسرين أمين عدولة، الفنانة وفاء شوقي، فتنة، وهيكون معانا بالزوم من الولايات المتحدة الأمريكية الممثل العظيم الجبار الهايل طارق لطفي في دور خضر. وطبعا هيبقى عندنا مداخلات تليفونية كلها هتبقى مفاجآت بينما نعمل. الفقرة القادمة العتاولة 2، نستمتع ونحتفل عمل عظيم وكبير. أرجوكم ابقوا معنا.